اسمح لي اسال حضرتك سؤال كده، وقول لي هتعمل ايه لو انت ماشي في الشارع ولقيت واحد اغمى عليه؟ هنتصرف ازاي ساعتها؟ يا دي المصيبه، نقعد نصوت ونعيط ونلطم؟ اهلا بيكم في حواديت الدواء. يلا اقول لكم بسرعه، انا دكتوره امنه علي، وهقول لكم النهارده على حدوته جديده من حواديت الاغماء. هتعامل ازاي مع شخص اغمى عليه؟ اول حاجه واهم حاجه لازم تتعمل، اهدى. حضرتك مش اللي مغمى عليه، اللي مغمى عليه قاعد يا عيني تعبان لوحده. انت اهدى، ريلاكس، عشان خاطر نعرف نتعامل مع الموضوع بصوره عقلانيه مظبوطه علميا صح. ما نعكش الدنيا، احنا مش عايزين نعك الدنيا. اول حاجه خلينا نفهم هو ليه اصلا الواحد ممكن يغمى عليه، ايه اللي بيحصل؟ اغمى عليه معنى كده ان الدم مش واصل بنسبه كفايه للمخ، ده اول سبب. سبب تاني، ممكن الموضوع يكون نتيجه اضطراب خطير، والقلب بيبقى ليه دور كبير قوي في الموضوع ده. تعبنا معاه ابن اللذينه منه لله، القلب مش حضرتك خالص. تمام. فبالتالي ازاي نتعامل مع الحاله دي؟ ورقه وقلم مكتوب معايا يا ست الكل. 7 خطوات لازم نمشي عليهم خطوه بخطوه علشان خاطر نعرف نتعامل مع الشخص اللي مغمى عليه. اول حاجه، نيمه على ظهره. اتاكد ان مفيش اي اصابات او جروح، لان في الحاله اللي زي دي هنحتاج نتعامل معاه بصوره مختلفه. تاني حاجه، اتاكد ان هو اصلا بيتنفس. لو هو بيتنفس ابتدي فك له اي حاجه خانقاه هتكتم على نفسه، بمعنى اصح كرافات، حزام، نفتح القميص شويه علشان خاطر يعرف يتنفس. لو وعيه ما رجعلوش في خلال دقيقه، معنى كده ان الشخص هيكمل شويه في فتره الاغماء، فهنبتدي نتعامل معاه بطريقه مختلفه. طب لو ما بيتنفسش، اتاكد ازاي يا دكتوره ان هو ما بيتنفسش؟ هبتدي يا فندم اقيس له النبض. طب وهقيس النبض ازاي؟ صباعين وعلى ايده؟ لا غلط. هي دي طريقه من طرق قياس النبض، بس الطريقه الدقيقه اكتر وبتعرفني فعلا النبض عند المريض عامل ازاي بصوره اوضح واسهل بكتير، هي من عند الرقبه. بالصباعين دول اللي هما السبابه والوسطى، امسكهم كده، حط ايدك عند النقطه دي كده، في هنا المفروض عصب. ابتدي حرك ايديك لغايه ما تحس ان في حاجه بتنبض كده، تن 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 تن. عندك انت كبني ادم يعني، جربها على نفسك. بعد كده هتعرف تتعامل مع المريض ازاي. حط ايديا وهستنى لمده دقيقه على الاقل. المفروض الاقي على ساعتي كده ولا على ساعه الموبايل 60 ل 100 نبضه في الدقيقه، اعرف ساعتها ان الشخص ده عنده نبض وشغال الدنيا معاه. طب لو ما فيش نبض، هتتصرف ازاي ساعتها؟ اطلب الاسعاف، مستني ايه؟ اتصل بالاسعاف بسرعه جدا، وابتدي اعمل له حاجه اسمها انعاش قلبي رئوي. ايه الانعاش القلبي الرئوي ده؟ الموضوع كله بيتلخص، هو موضوع طويل شوية وهنتكلم عنه ان شاء الله مرة تانية، بس احنا بنحاول ان احنا نضغط على الصدر ونوصل اكسجين للمريض عن طريق الفم. ده ليه تكنيك معين، مش اي حد يشتغله، لازم تكون عارف هو بيتعمل ازاي، لان لا قدر الله انت ممكن تكسر له ضلع من الضلوع بتاعته، ممكن تسبب له مشكلة اكبر بكتير من اللي هو فيها. لو مش بتعرف تعمله، ما تجيش جنب المريض ده ولا تحاول ان انت تتصرف معاه غير لما تكون عارف التكنيك كويس قوي. ويستحسن ان انت على طول تطلب اسعاف، تحاول تستعين باقرب صيدليه، باقرب دكتور تعرفه، باقرب اي حد متخصص او سبيشالايزد في التعامل مع حالات الانعاش القلبي الرئوي. دول ال7 حاجات اللي احنا المفروض نمشي عليهم، وباذن الله ان شاء الله هنلحقه يعني. كده خلصنا اول جزء من سلسله ازاي نتصرف، ولسه عندنا كتير نقدم.